ولما سألت دليل سياحي من الموجودين هناك قال لي ما اعرفش حد بالاسم ده، ما سمعتش عنه قبل كده، بس كان قنصلية عربية حتى ما كانش عارف اسمه ايه، ممكن اسأل عنه فيه، ممكن كمان الاقيه فيه. قلت له ما اعرفش عبد الرحمن الداخل؟ اكيد عارف عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن القاصر، مش كلهم بنوا من هنا؟ مش هم اللي بنوا الجامع ده؟ قال لي انا قلت ما اعرفش حد اسمه عبد الرحمن الداخل ولا عبد الرحمن الأوسط ولا الناصر، يمكن يكونوا بنوا من هنا بس ده اكيد مش على عيني. ممكن اتصل بواحدة من القنصليات العربية واسألها واستفسر عنها. قلت له انا ما اعرفش الاندلس سفارة في اسبانيا ولا الامويين قنصلية في قرطبة، بس اللي عارفاه اكيد ان دمشق شبه قرطبة. لما اختارها عبد الرحمن الداخل علشان تكون اختارها علشان تبقى مدينته ايام الفتح العربي، اختارها عشان هي شبه دمشق، موقعها شبه موقع دمشق. سكت مشيت. افتكرت انه اكيد مش عارف حاجة عن قرطبة، مش فاكر حاجة عن عرب الاندلس او ما يعرفش. سألته تاني طب تعرف قرطبة؟ قال لي اكيد، مين ما يعرفش فيدريكو غاسيلا، ومن اعظم الشعراء اللي انجبتهم اسبانيا. اثناء حواري مع الدليل افتكرت لما سأل الوقت عن خطوط الحكم العربي وغرناطة سنة 1492 قال انه كان يوم الاسود على الرغم من انهم يذكرون لنا عكس ذلك في المدارس. لقد ضاعت حضارة مدهشة، شعر منفلت ومعمار، رفقة لا مثيل لها في العالم، وحلت محلها مدينة فقيرة خانعة تسكن في طاولة السرطان. على سكوتها في الآخر قال انه كان يوم الاسود على الرغم من انهم يذكرون لنا عكس ذلك في المدارس. لقد ضاعت حضارة مدهشة، شعر منفلت ومعمار، رفقة لا مثيل لها في العالم، وحلت محلها مدينة فقيرة خانعة تسكن في طاولة السرطان. على سكوتها في الآن أسوأ طبقة برجوازية في أسبانيا. على الرغم من إن راسه ده كان بيحلل في الضغط المنطقي مع الدليل، بس مش هو ده اللي فكرني. جبت كان شيء من الأندلس، كان شيء من تراب النصر الذي لم ينسى رغم الشيء. مش فاكرة كتير من اللي قالوا دليل عن لورد كبين ميلاده 1898 وما بين وفاته 1936، بس اللي فاكراه كويس وحتى عن لورد ما كانش عارف. لو عايزين الحقيقة أنا لما سألت عن عبد الرحمن الداخل الأوسط من مصر ما كانش عشان أعرف عنه أكتر، كنت عايزة أعرف إيه اللي اتدقق من مصر في الحوض، بس سؤالي عن لورد كان عشان أعرف عنه. اللي قريته عن لورد وعن شعره واللي سمعته من مدرسته أكدني إنه يحب مصر في الحوض. كان ليه طبيعة خاصة، طبيعته إنسانية خاصة. كان بيكتب اللي بيسمعه وهو بيتكلم، بيلقي الشعر، بيرتجل المشهد مسرحي، أو حتى بيرفع البيانو بيحكي. لورد كان السبب الرئيسي لسعادة كل المحاولين. كان بيحب الطبيعة، عشان كده كان بيحب الرياضة. لما كان طفل وقبل ما يجيب نطق الحروف كان بيجيب نطق الألحان يسمعه من ماما. أول شيء اشتراه من خطوط الحواشة كان مسرح عربي، ولأن ما كانش فيه مسرحيات مكتوبة المسرح كان هو بيكتب مسرحياته الخاصة في مسرح الصغير. كان عاوز الناس كلها تسمع. شعره كان أكبر دليل على كده. مين في أسبانيا ما بيحبش الشعر ده؟ مين في أسبانيا ما بيفهمش الشعر ده؟ هو على الأقل بيحبه. وأنا راجع لمكان إقامتي شفت في الخطوبة حاجات كتيرة، أشياء كتيرة ميتة أكتر مما هو حي. رغم إن أجدادي مروا من هنا بس ما لقيتش شيء يشبهه، شيء بالنسبة مش لأسباب من اللغة ولا الجنسية وحتى السياسة. لورد كان أسباني كل الأوراق الرسمية، بس كان أندلسي. كان أندلسي من الأندلس اللي جيت أدور عليه ما لقيتهاش. حتى هو من ضمن ما هو بيقول في القصيدة وعرفت إني قتلت وبحثوا عن مستشفى المقاهي والمدافن والكنائس، فتحوا البراميل والخزائن، تركوا ثلاثة دروس ونسوا أسنانهم الذهبية ولكنهم لم يجدوه. لورد قتل فعلا ما لقيتش، وأنا كمان ما لقيتش عبد الرحمن الداخل ولا الأوسط
الآخر لا يتبقى منها أي شيء من